بيبدأ الفيلم بالقط المغرور ده وهو بيطلب أكل وبياكل البيتزا بتاعته مرة واحدة، وبعدين بيحكي قصته وهو صغير في مكان ضلمة في المدينة، ووالده بيطلب منه إنه يستناه هنا ومش هيتأخر عليه، والقط بيفضل فترة قاعد لوحده وبيكون خايف جدا، وبعدين بيشم ريحة أكل وفجأة بيشوف مطعم وبيروح له، وجوه المطعم بنشوف شاب اسمه جون وبيبان إنه وحيد لما بيبص على كل العائلات اللي موجودة بحزن، ولسه هياكل البيتزا بتاعته ولكن بيظهر القط الصغير فجأة وبيفهم إنه جعان فبيدخله من غير ما حد ياخد باله. وقبل لما يتكلم حتى بياكل القط البيتزا كلها على مرة واحدة، ولما بيجي نادل بيخبي القط في المنيو ولكنه بيشاور له على لازانيا وساعتها بيطلبها له، وبعدين بيروح القط ياكل أكل المطعم كله وبيحاول جون يمسكه وفعلا بيقدر ياخده وبيطلع بيه، وبيقول له جون إنه مش هيقدر ياخده معاه البيت ولكن بيعيط القط جدا فبيصعب عليه وبيقرر ياخده معاه. وبنرجع للوقت الحالي للقط اللي بنعرف إن اسمه جارفيلد، وبيقولوا إنه انتقل مع جون لبيت جديد وهو عاش حياة كلها رفاهية وأكل كتير زي ما يحب، وكمان جون جاب كلب صغير معاه اسمه أودي وكان صديقه وبيعمل له كل حاجة هو عايزها، وعاشوا كلهم حياة مثالية ما فيهاش غلطة لحد ما جه ليلة من الليالي وهم كلهم نايمين حس جارفيلد بالجوع، وساعتها صح أودي وراحوا ياكلوا من التلاجة، ولكن فجأة ظهر لهم الاتنين دول وبيفكر جارفيلد إنه بيحلم فبيديله أودي كف عشان يفوق، وبياخدوهم هما الاتنين وبعدين بيعلقوهم في الحبل، وبيبان من كلام اللصوص دي إن في واحدة هي اللي أمرتهم بكده، وهما لوحدهم بالليل بيظهر حد لابس أسود وبيكون عايز يساعد جارفيلد، وساعتها بينط جارفيلد وأودي، ولما بيشيل جارفيلد الغطا من عليه بيتصدم من أبوه وبيفضل يزعقله وبيقوله إنه رماه في الشارع وهو عيل صغير وسابه لوحده، لكن والده بيقوله إن ده مش وقت كلام ولازم نهرب، وبيقطع كلامهم وبتخضهم القطة جينكس اللي بتكون عارفة والده أصلا وبتحضر لهم ترابيزة، وبيسأل جارفيلد إنهم يعرفوا بعض منين، وبتبدأ جينكس تحكي إنها زمان كان نفسها تبقى نجمة مشهورة ولكنها فشلت وهي قاعدة لوحدها قابلت والده وعصابته وبقوا صحاب كلهم وكانوا بيخافوا على بعض جدا وكأنهم عيلة واحدة، وفي يوم قرروا يسرقوا لبن يكفيهم لمدة أسبوع وهم بيهربوا وقع من جينكس إزازة وساعتها قبضوا عليها وسابها والده لوحدها، ولكنه بيحاول يبرر موقفه وإنه حاول كتير ينقذها ولكنه معرفش، وبعدين هي قدرت تهرب مع الاتنين اللصوص بتوعها وكان هدفها الوحيد لما خرجت إنها تنتقم من والده فيك، ولكنها دلوقتي سابت الانتقام وقررت إنها عايزة فيك يعوضها عن اللي حصل لها وهو إنه يجيب لها لتر اللبن على كل يوم قضيته في السجن، ومعنى الكلام ده إنها عايزة 1675 لتر لبن، وطبعا ده بيكون مستحيل إنه يحصل، ولكنها بتطلب منه وبتقوله إنه يقدر يجيب الكمية دي من مزارع اللاكتوز، وبعدين بيقول لهم جارفيلد إن دي مشكلتهم هم يحلوها مع بعض وإنه لازم يرجع البيت، ولكن جينكس بتقول له شرطها إنه لازم يكونوا كلهم مع بعض وإنها عارفة المشكلة اللي بينه وبين أبوه، وبيعترض جارفيلد على كلامها ولكنها بتهدده إنها هتسيب عليه اللصوص بتوعها، وبيخاف جارفيلد وبيضطروا إنه يوافق، وبتقول لهم إن معاهم 72 ساعة بس من دلوقتي، وأول لما جارفيلد بيطلع بيقول لوالده إنه ملهوش دعوة بكل ده وإنه أصلا ما كانش عايز يشوفه، وبيظهر قد إيه جارفيلد بيكره والده بسبب اللي عمله فيه وهو صغير، وبيحاول باباه يشرح له اللي حصل ولكن جارفيلد مش بيوافق إنه يسمعه أصلا، وكمان بيقول له إنه مش هيكمل معاه المهمة وإنه يعملها هو لوحده ولسه هيمشي، ولكن بيظهر له لصوص جينكس وبيمنعه، وبنعرف إنهم هيفضلوا مراقبينهم لحد لما يخلصوا المهمة دي، فبيضطر جارفيلد إنه يوافق وبيكمل المهمة مع والده فيك، وبيعرف إن المزرعة دي في الأرياف وبالتالي هم هيروحوا بالقطر، وبيسألوا فيك إذا كان بيعرف ينط جوه قطر، بيقول له جارفيلد إن عمره ما عملها ولكنه يقدر يعمل أي حاجة، وفي الوقت ده بنشوف جون وهو لسه صاحي من النوم وبيدور على جارفيلد وأودي وبيستغرب من وجود أكل على الأرض ومش بيلاقيه في البيت كله، وساعتها بيتصدم، أما عند القطر جارفيلد بيقول لوالده إن محتاج حبل عشان يعرف ينط، ولكن فيك بيتجاهل كلامه كله وبيرميه عن طريق فرع شجرة وبينط هو وأودي، ولكن جارفيلد بيفضل يترمي من مكان للتاني ومش بيقدر يدخل على القطر على طول، وبعد عذاب قدر يدخل القطر، وفي البيت بيكلم جون مكان لمساعدته في البحث عن جارفيلد وأودي ولكن محدش بيقدر يفهمه، وفي القطر فيك بيفضل يفكر ازاي ينقذ ابنه من المصيبة دي وانه خايف عليه جدا، ولكنه بياخد باله من سلسلة ملكية لابسها جارفيلد وساعتها بيطمن، وبعدين بيقوله انه هيستفاد جدا من الرحلة دي وهيتعلم حاجات كتير، ولكن جارفيلد مش بيكون طايق والده، ولكن فيك بيفضل يكمل كلامه وبيقول ان هو محتاج شوية خبرة عشان يقدر يعمل معاه المهمة دي، وانه يجمد شوية بدل ما هو متدلع كده، وانه عمر ما الأنتخة في البيت عملت رجالة، وبيفضلوا يشدوا في الكلام مع بعض، ولما وقت المحطة بيجي فيك بيرمي جارفيلد وبعدين بينط هو وأودي، ولما بيوصلوا المزرعة بيشوفوا ان عليها حراسة قوية وكمان السور متكهرب، وبيتريق جارفيلد على فيك اللي كان بيقوله ان الموضوع سهل جدا، وفي اللحظة دي بيشوفوا اوتو وبنعرف ان ده نفس الطور اللي صورته موجودة على شعار منتجات المزرعة، ولكن بيبدو انه حزين وبيقرر جارفيلد انه يروح يطلب مساعدته في انه يدخلهم جوه،
جوه. وبيروح فعلا جارفيلد يتكلم معاه وبيفضل يشكر فيه وبيقوله انه من اشد معجبينه وبيطلب مساعدته، ولكن اوتو بيطلب منه انه يغني اغنية الاعلان بتاعة المزرعة بتاعته، وجارفيلد بيبدأ يغني ولكنه بيغني وحش جدا وبيضربه اوتو وبيطيره بعيد. وبمجرد ما اوتو بيشوف بقرة جميلة اسمها ايثل في المزرعة بيبص عليها بكل حزن لانه بقى بعيد عنها، وساعتها بيسيب جارفيلد وبيمشي وبيروح لأودي وبيحاول يواسيه. وبعدين جارفيلد بيسأله هل دي إيسل حبيبته، وبيبدأ أوتو يحكي له إن المزرعة مرت بفترة إفلاس وقرروا إنهم يتخلصوا منه ويفرقوا بينه وبين إيسل اللي فضلت في المزرعة، وهو حاول كتير يهربها ولكنه فشل. وساعتها بيقترح عليه فيك وجارفيلد إنه يساعدهم مقابل إنهم هيرجعوا له إيسل، وطبعا بيوافق وبيبدأ يشرح لهم الخطة وبيعرفهم مكان إيسل ومكان اللبن وبيعرف كل واحد المهمة المطلوبة منه. وتاني يوم بيبدأ يعرفهم شوية مهارات لازم تكون عندهم عشان يقدروا يعملوا الخطة بنجاح. وبيبدأ بفيك وجارفيلد وبيضربهم وبيفضل يعلمهم بقساوة، وحتى بيقعد عليهم وبيرمي عليهم خشب وكمان بيربط رجليهم ببعض وبيجري وراهم عشان يضربهم وهم مرعوبين وبيفضلوا يجروا ويتبهدلوا جدا. وفي الآخر بيقول لهم لازم يكونوا متعاونين مع بعض. وفي آخر اليوم جارفيلد وفيك بيقعدوا جنب الشجرة وبيفضلوا يلقحوا لبعض بالكلام، وفي الآخر أودي بيلف عليهم حبل وبيمشي وكل واحد بيفضل يشد الحبل من عند التاني وبيضربوا بعض وبيفضلوا كده لحد ما بيتعبوا. وبيبدأ فيك يحكي لجارفيلد إنه ما سابهوش في الشارع، وفي الليلة دي كان هو جعان وكان لازم يلاقي له أكل، وعشان كده سايبه في مكان آمن لحد لما يروح يجيب له ويرجع تاني. ولكن كل لما كان بيجي ياخد أكل من الزبالة بيطلع صاحب المطعم، وبعد كذا محاولة قدر يجيب سمكة صغيرة ولكنه ما لقاهوش، وساعتها هو شافه مع جون في المطعم وفضل مراقبه فترة، ولما لقى جون بيعامله كويس مرضيش يتدخل وسابه معاه لأن كده حياته هتبقى أحسن من الشارع. وطبعا جارفيلد اتصدم لما عرف الحكاية دي وبيسأله انت ليه ما كنتش بتزورني، وفيك بيقول له انه زاره كتير جدا وشاف انه عايش حياة سعيدة مع جون. وساعتها اوتو بيجي يقول لهم انهم كده جاهزين للمهمة دي ويقدروا يبدأوا، وبنشوف الحراس بتوع جانكس وهم مراقبينهم وبيروحوا لها بالليل وبيقولوا لها ان جارفيلد وفيك جاهزين يسرقوا اللبن. وساعتها جانكس بتتبسط جدا لان كل حاجة ماشية على الخطة، وبترن على مزارع اللاكتوز وبتبلغهم ان في جريمة سرقة هتحصل للبن بتاعهم بكرة، وبنعرف ان دي خطتها من الاول. والحراس بتوع المزرعة بيكونوا مش فاهمين اي حاجة من النونوة بتاعتها، فواحد منهم بيروح يقول لرئيسة الحرس ان في مكالمة طوارئ جات لهم وهم مش فاهمين حاجة، وبيبان عليها انها ست شريرة ومخيفة جدا. وساعتها بتستخدم ابلكيشن مترجم الحيوانات تقدر تعرف منه هي قالت ايه بالظبط، وبتبدأ تجهز لعملية بكرة. وتاني يوم الصبح بيديهم اوتو بندق بتكون في سماعات عشان يقدر يتواصل معاهم وهم جوه، وبعدين بتجيله فكرة انهم يدخلوا عن طريق شنط الاطفال اللي داخله المزرعة وبيقدروا يتسللوا ويدخلوا اوضة الكهرباء وبيتنكروا بملابس العمال عشان محدش يشك فيهم. وبعدين بيدخلوا في فتحة التهوية اللي بتسحبهم بسرعة وبتفرقهم عن بعض، ولكن بيقعوا كلهم في نفس المكان وبيكتشفوا انهم جوه حبة الصنوبر، وده اكتر مكان حذرهم منه اوتو انهم ما يمشوش منه. وفي الوقت ده بتشوف رئيس الحرس جارفيلد في الكاميرات، اما جارفيلد بيطلع على قالب جبنة وبياكل منه وهو مبسوط، ولكن فجأة بيتسحب بيه وبيروح لمكان بشر الجبنة. وطبعا جارفيلد بيكون مش عارف يعمل ايه، واودي بيقول له انه ينط بسرعة ويمسك في قالب تاني، ولسوء الحظ القالب ده بيروح على مكان تسيح الجبنة وبيفضل جارفيلد ينط من قالب للتاني ولسه هيقع، ولكن اودي بيقدر ينقذه عن طريق احبال مصنوعة من الجبنة، وبيقع على قالب تاني. بس المفاجأة ان القالب ده بيكون بيتقطع وبينزل عليه سكاكين كتيرة، وللأسف بيقع معاه اودي، وساعتها بيجي فيك وبيقدر ينقذهم في آخر لحظة وبيشكروا جارفيلد على إنقاذه. وبعدين بيروحوا مخزن التحميل وبيقول لهم اوتو عن طريق السماعة ان المفاتيح متعلقة ولكنهم مش بيلاقوا حاجة، وفجأة بتظهر رئيسة الحرس وبيكون معاها المفاتيح، وساعتها جارفيلد بيحاول يهجم عليها ولكنها بتربط رجليه وبيكلم اوتو وبيقول لهم انهم يحاولوا ياخدوا المفاتيح وهو هيحاول يلهيها. واثناء ما هي بتهجم لسه على فيك واودي بيجي جارفيلد من ورا وبيضربها، ولكنها بتكهربه وبتعرفهم من البلدية هتيجي تاخدهم دلوقتي، ولكن بيظهر فجأة اشعار ان في حد بيحاول يهجم على المزرعة، وبنعرف ان ده اوتو عشان يلهيها. وساعتها بيعتذر فيك لجارفيلد وبيرميه على رئيسة الحرس وبيقدر ياخد المفاتيح وبيقفل عليهم وبيهرب، وبيتصدم جارفيلد من اللي عمله وبيفضل يترجاه انه ما يسيبهوش تاني زي ما عمل قبل كده، ولكن فيك بياخد الشحنة وبيحطم سور المزرعة. في الوقت ده بيكون اوتو موجود وبتطلع ايسل ولسه هيقرب منها، ولكن رئيسة الحرس بتيجي وبتكهربه وبيقدر يهرب منهم في الاخر، اما جارفيلد واودي بتوديهم للبلدية. وفي الطريق بيكون فيك سايق الشحنة وفجأة بيظهر له حراس جينكس وهي بتكون معاهم، وبيقول لها فيك انه خلاص جاب لها الشحنة، ولكن جينكس بتضحك عليه وبتقول له ان غرضها كان انه يتقبض عليه وهو بيسرق اللبن ويدخل السجن ويتعذب زي ما حصل لها، وبيتصدم فيك جدا وبتسلمه للحراس بتوعها. اما في عربية البلدية جارفيلد بيكون قاعد بيشتكي لأودي من اللي باباه عمله وانه كان مفكر انه اتغير، ولكن هو سابه تاني زي ما عمل زمان، وبيحاول أودي يواسيه
وبعدين في السجن بيكون جارفيلد اتحبس ومعاه قطط كتير حواليه وكلهم بيطلعوا عارفين فيك لأنه كان واحد من عصابتهم وبيبدأوا يتكلموا عليه بطريقة وحشة وإنه كان بيسيبهم في نص الشغل عشان يروح يشوف ابنه ويطمن عليه وكان دايما بيراقبه من على الشجرة وكان بيسيب علامة في كل مرة بيروح له فيها وطبعا جارفيلد بيكون مستغرب الكلام ده وبيكون مش مصدقهم وبعد شوية بيجي أودي ومعاه جون وبيقدر يخرجه لما بيوري السلسلة بتاعته للموظفة وبيرجع جارفيلد للبيت وبيكون فرحان جدا إنه رجع للحاجات بتاعته تاني وبيروح على السفرة عشان ياكل ولأول مرة جارفيلد مش بياكل وبيتأثر لما بيشوف الشجرة اللي قدام البيت وبيفتكر كلام القطط اللي معاه في السجن عن باباه وبيسيب الأكل وبيروح للشجرة عشان يتأكد إذا كان في علامات فعلا ولا لأ وبيطلع عليها وفعلا بيشوف علامات كتيرة جدا في الشجرة وبيتأكد إن فيك كان بيجي يزوره ويشوفه من هنا وبيجيله أودي وبيحضنه جارفيلد اللي بيكون مبسوط جدا إن والده طلع بيحبه وبيفكر شوية وبيفهم إن فيك سابه هناك أوسط ده لأنه عارف إن البلدية لما تاخده هيقدر جوني يوصله عن طريق الطوب بتاعه وبيقرر يروح ينقذ فيك وبيروح المكان جينكس وبيشوف الخطة بتاعتها عشان تدمر فيك وبيعرفوا إنها تربطه وتاخده معاها القطر وساعتها هترميه من على الكوبري وبيقول له أودي إنه يكلم أوتو ويطلب مساعدته وبيوافق ساعتها أوتو على المساعدة وفي القطر بنشوف فيك متعلق فيه وبعد كده جارفيلد وهو ماشي بيراجع الخطة مع أوتو وبيقول له إنه يحدفه على القطر زي ما فيك عمل معاه قبل كده وفعلا بيقدر يدخل وبيتخبط في جينكس وبيقول له جارفيلد إنه جاي هنا عشان ينقذه وجينكس بتحاول تضربه ولكنها بتقطع الحبل بالغلط وبيطلع جارفيلد وفيك على القطر وبيعرف جارفيلد إنه فاضل 3 ميل على الكوبري وبالتالي لازم يرجعوا لآخر القطر بسرعة ولكن فجأة بيطلع الحارس في وشهم وساعتها جارفيلد بيكون طالب اوردرات أكل كتير جدا عن طريق الدرون وبيتعلق في واحد منهم وبعدين بيهجم عليهم عن طريق كرات اللحم وبيستخدم الخاص عشان يزحلقهم وبيشوف إنه فاضل ميل واحد ولكن فجأة بيمسك أحد الحراس فيك بس جارفيلد بيرمي على عينه شطة وبيحط علبة شطة كاملة في بقه وبعدين بيطلعها عليهم وفي اللحظة دي بيكلم أوتو جارفيلد من السماعة وبيقول له إنهم لازم يوصلوا لآخر عربية في القطر وساعتها بيعلق جارفيلد حبل في شجرة وبيربطه بيهم وتوصلهم بسرعة لآخر عربية ولكن جارفيلد بيتزحلق بالغلط وبيقول له فيك إنه ينط وهو هيمسكه وبيوصل القطر للكوبري وساعتها بيزق جارفيلد فيك وبينزل وراه على أساس إنهم هيقعوا على الشبكة لكن بتطلع الشبكة مشدودة جدا وبترجعهم تاني لفوق القطر وبيطلع لهم جينكس والحراس بتوعها وبيمسكوهم عشان يرموهم وفي اللحظة دي بيكون جارفيلد خايف جدا وبيعتذر لفيك إنه حاول ينقذه ولكنه فشل ولكن فيك بيقول إنه عمل اللي عليه واوعى يقول على نفسه حاجة وحشة وساعتها بيتأثر الحراس جدا من كلامهم ومش بيرضوا يسمعوا كلام جينكس وبيقولوا لها إن رغم الحاجات اللي هم مروا بيها لكنهم بيحبوا بعض ورجعوا أهل تاني وبالتالي هم مش هيرموهم ومش هيبقوا معاها وبتتعصب جينكس جدا وبتفضل تتريق عليهم وبتهزقهم وبيقعوا من على القطر ولكنها هي كمان بتتخبط وبتقع معاهم وتحت قبل لما يقعوا بثواني بينقذهم أوتو في آخر لحظة وبياخد جينكس كمان معاه بالليل بيقابلوا رئيسة الحراس وبتسلمهم إيسر حبيبة أوتو وهما بيسلموها مفاتيح شحنة اللبن وكمان بيسلموها جينكس اللي الحراس بتوعها اعترفوا عليها وبتشوف إيسر أوتو وبتأثر جدا وبيحضنوا بعض وعند بيت جون بيودع جارفيلد فيك وبيكون مش عارف يقوله إيه ولكنه بيعتذر له على كل اللي حصل وعلى سوء ظنه فيه وبيقترح عليه إنه يجي معاه ولكن فيك بيقوله إنه مش هينفع وإنه أوضته شوارع وأول لما بيدخلوا البيت بيحضنهم جون وبيكون مبسوط جدا إنهم رجعوا وأودي بيلوم جارفيلد على إنه ما جابش فيك يقعد معاهم في البيت وبيقتنع فعلا بكلامه وبيروح عشان يجيبه وبيلاقيه قاعد فوق الشجرة وبيوافق فيك على إنه يروح معاه وبيحضنه وبيعمل لهم جارفيلد بنفسه الأكل ولكنه بيكون وحش جدا وبعد كده بيتأقلم جون على وجود فيك وبيعيشوا كلهم في سعادة وراحة وبكده يكون خلص الفيلم بتاعنا وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.